هو ايه اللي بيحصل؟ في ايه يا ماما؟ ومين ده؟ معرفش يا يوسف، معرفش. طب مش عايز تسمع الجديد؟ مصرع رجل الأعمال يوسف رمزي في حادثة سيارة على الطريق الدائري ليلة أمس. ناشرين معاه صورة يوسف اللي أنا شفته في الحملة عندنا. يعني أنت يوسف رمزي ولا لأ؟ مش عارف. أنت بتاخد الدواء اللي أنا كتبت لك عليه؟ لا لسه. لازم تاخده فوراً، وكمان لازم نبدأ جلسات العلاج النفسي فوراً قبل ما الحكاية تتدهور أكتر من كده. الحقيقة إنه هرب قبل ما يترحل على الحبس الاحتياطي، وأثناء محاولته للهرب في 2 اتقتلوا، واحد منهم أمين شرطة. بس أنا يا حسن مش عايز آخد الهدية. خديه! رباب عز الدين، البنت اللي كانت معاه في الفيديو هتطلع معايا بالليل الساعة 8 في برنامج على الهوا عشان تعلن بنفسها إنها كانت معاه وتكشف كذبه قدام الملايين. انا مش لعبه ولا شخشخه في ايدكم علشان تخلي حيوان يتكلم عني في التلفزيون وتقول ان هطلع معاه بالليل. أنسة رباب؟ تفتكر ايه اللي ممكن يحصل لو اكتشفنا فجأة ان واحد من اهم مرشحين الرئاسة عنده جنسية تانية غير الجنسية المصرية وبالوثائق وبالأدلة؟ أنا واحد عارف ومتأكد إنك يوسف رمزي. كنت أطلب منك خدمة قصاد خدمة. قلت إيه؟ ها، ايه رأيك؟ ده انجليزي ده يا مرسي؟ لا ده ألماني يا رشيد. للأسف ماليش في الألماني. طيب يا سيدي أنا أفهمك. الملف اللي معاك ده فيه مستندات بتثبت إن المرشح الفاضل مجدي عبد العزيز حصل على الجنسية الألمانية سنة 98 لما كان مقيم في ألمانيا. والله اللي أنا أعرفه إن الراجل ده قعد 4 سنين في ألمانيا أيام ما كان مرفوع عليه قضية في مصر، بس عمره ما قال إن هو خد الجنسية. برافو عليك. عمره ما قال وخبى الناس وتحايل على القانون اللي بيمنع أي مواطن مزدوج الجنسية من الترشح للرئاسة. إيه رأي سعادتك بقى إن من شروط الحصول على الجنسية الألماني إنك تتنازل عن جنسيتك الأصلية؟ يعني مجدي عبد العزيز اتنازل عن جنسيته المصرية؟ هو بنفسه ماضي على الإقرار بكده في الملف اللي قدامك ده. لا بقى، يبقى الملف ده لازم يدرس كويس قوي، ده ممكن يقلب الانتخابات. الورق سليم يا رشيد، وانا مش هغامر باسمي بمستندات مضروبه. انا من بكره الصبح هقدم طعن في مجدي عبد العزيز قصاد اللجنه العليا للانتخابات عشان يخرج بره السباق وبالقانون. بكره بسرعه كده؟ الدقيقه دلوقتي ليها ثمن، وانت كمان لازم تنجز لو عايز يبقى لك السبق. وطبعا انت عايزني اطرمخ على موضوع رباب قدام السبق ده؟ لا يا سيدي، انا مش هحمل ضميرك اكتر من كده. كل اللي عايزه ان الموضوع ده يوصل من خلالك انت تحديدا للناس. ماشي يا رفعت، عشان الثقة اللي انت اديتهاني دي انا هخدمك وهحاول اجل البرنامج لبكره. عشان الثقة، عشان السبق، عشان تخدمني، انا في النهاية متشكر. دكتور، في كارثة جديدة. خير يا دينا، في ايه تاني؟ اتكلمي، رشيد بيه منا وعلينا. رباب عز الدين واحد هاجم عليها قصاد بيتها من شوية. ايه؟ امتى الكلام ده؟ يعني من ساعة تقريبا، ونقلوها المستشفى وهي بين الحياة والموت. مين اللي عمل كده؟ مين اللي عمل كده؟ اتكلمي. واحد من عندنا من الحملة. ايه؟ والمطلوب مني ان انا اصدقك؟ لو اديت نفسك فرصة تسمعني لحد الآخر أكيد هتصدقني. طب اتكلم. الخدمة اللي جاي أقدمها لك إني أحذرك. هما خلاص عرفوا طريقك هنا، وأكيد هبعت وراك حد عشان يخلص عليك. تتكلم عن مين؟ رفيق؟ بتكلم على سرقوا اسمك وهويتك وسابوك كده. يا عيني مش فاهم حاجة. طب وليه ما تكونش انت واحد منهم وكنت جاي مثلا عشان تخلص عليا؟ لو عايز أخلص عليك ما كانش زمانك قاعد قصادي دلوقتي. طيب هنفترض جدلا ان انت ملاك نزل من السما وجاي تحذرني فعلا. عرفت الطريق ازاي؟ تستغرب لو قلت لك اني متابعك من اول يوم نزلت فيه مصر على طيارة لندن. انت مش تفتكرني، دي اول مرة نتقابل. اسمي منتصر. يعني انت عايز تقنعني ان انت
واحد جاي تحذرني لله كده وهتاخد بعضك وتمشي. سبق وقلت لك اني جاي اقدم لك خدمه قصاد خدمه. طب وايه الخدمه اللي انا ممكن اقدمها لك؟ عايز كل حاجه خدتها من خزنه الشركه بتاعت رفيق. ما اقصدش الفلوس. الفلوس ما تلزمنيش. كل حاجه تانية كانت موجوده في الخزنه تلزمني. حاجه زي ايه؟ تفتكر مين دي؟ مش واخد بالي. اقول لك يا سيدي، دي مغنيه مشهوره. قصدي كانت مشهوره قبل جوزها ما يقتلها وياخد فيها تأبيده. اسمها شجن. افتكرت عنها حاجه؟ ايوه، ايه علاقتها يعني بالحاجه اللي كانت في خزنه رفيق؟ في حاجه كانت موجوده جوه الخزنه بتاعت رفيق ليها علاقه بجريمه القتل. الحاجه دي تلزمني، ومن غير ما تسالني ايه هي الحاجه دي او عرفت ازاي انها موجوده جوه الخزنه. ولما تتاكد ان تحذيري لك طلع في محله وانهم هيبعتوا وراك حد عشان يخلص عليك، هتثق فيا. ولو كنت لسه عايش بعديها يبقى تعالى قابلني في العنوان ده، هتلاقيني مستنيك. سلام يا يوسف. احنا قبضنا عليه في مسرح الجريمه متلبس، والمجني عليه لو كانت ماتت لا قدر الله كان فيها اعدام. وهي لسه؟ هم بلغونا ان الاسعاف نقلتها المستشفى في حاله خطيره. وهو اللي قال انه مشارك معايا في حملتي الانتخابيه. احنا فتشناه لقينا البادج والكارنيه، ولما سالنا ما انكرش. ولقيتوا بتبلغوا الصحافه بالسرعه دي؟ انتوا ايه؟ مصدقتوا؟ يا دكتور احنا ما طلعش من عندنا ولا وزاره الداخليه اي بيانات رسميه لحد دلوقتي. يمكن كلمه اتنطورت شويه هنا ولا هنا، لكن الصحفيين مش مستنيين عشان يعملوا شغلهم. انا اسف على عصبيتي مجدبيه، اديك شايف الكارثه اللي انا فيها. طبعا ولولا كده انا ما كنتش خليتك شفته دلوقتي، لكن ارجوك 5 دقايق بس، حضرتك مقدر حساسيه الموقف. ده وقت كافي بالنسبه لي، بس انا يهمني اسال حضرتك سؤال. اتفضل. يا ترى وائل جاب سيرتي في المحضر الرسمي يعني اتهمني بحاجه مثلا؟ بالعكس، هو قال ان عمل كده بدافع شخصي. هو مقتنع انها قتلت خطيبته. نهى؟ ايوه، نهى عباس اللي لقوا جثتها اول امبارح. اتقتلت؟ واضح ان حضرتك يا دكتور مش عارف، بس ارجوك 5 دقايق بس. ايه ده؟ معقول؟ وجاي بنفسك يا دكتور؟ ازاي اسمع دلوقتي بس ان نهى اتقتلت؟ قولها يا دكتور. تقيلة على لسانك ولا ايه؟ معلش، كان الله في عونك. وراك انتخابات وتسجيلات وفيديوهات. كان لازم تيجي تقول لي، ولا تكونش متهمني في قتلها انا كمان. حاشا لله، سيادتك راجل نقي وطاهر وشريف. الحمد لله انها ماتت قبل ما تشوف الفضيحه بعينيها، قبل ما تبتدي تشك في كل حاجه حواليها. انا يا ابني مش ملاك، كلنا بشر وممكن نغلط. اغلطوا يا سيدي، دوسوا علينا وتعلموا فينا واحنا مش مهم. احنا نموت وانتوا تورثوا. ايه الجديد؟ ايه اللي يخليك يا ابني تضحي بحياتك ومستقبلك عشان واحده زي دي؟ انت جاي خايف عليا وعلى مستقبلي؟ ولا على حملتك ومستقبلك الانتخابي؟ يغور مستقبلي في 60,000 ناحيه. انا بكلمك انا على الدم. وحتى لو رباب هي اللي قتلت، فالحق ما يتاخدش بالشكل ده، الحق يتاخد بالقانون. ما تضحكش عليا ولا على نفسك يا دوك. الحق بيتاخد بالدراع وبس. وايه بقى اللي مخليك متاكد انها هي اللي قتلت؟ يوسف رمزي هو اللي قال لي.
يوسف رمزي؟ يوسف رمزي اللي ورا المصايب دي كلها؟ اللي ورا كل المصايب دي مات اول امبارح في حادثه عربيه. انا بتكلم عن واحد تاني بيقول انه يوسف رمزي الحقيقي، اللي نهى قابلته يوم ما بعتها له الشركه. قتلوها عشان ما حدش يعرف انهم بدلوه بواحد تاني. مش فاهم ولا حاجه. يبدلوه بمين ويوسف رمزي التاني مين؟ مش انت اللي محضر لي التقرير اللي فيه كل التفاصيل عنه؟ ضحكوا علينا كلنا، ونوع اللي دفع ثمن المؤامرة. الثمن كان حياتها يا دوك. عارف ليه؟ عشان كنا مصدقينك. عامله ايه يا دكتور؟ انت مين؟ انا رفيق. بسأل حضرتك عن الحالة اللي عندك جوه. والله ما اخبيش عليك، الحالة حرجة وعملنا لها 3 عمليات وهتخش الإفاقة. عايز اشوفها. طلب ايه حضرتك؟ مدير الشركة اللي هي بتشتغل فيها. للأسف ما ينفعش، لازم يكون في صلة قرابة وبعد 24 ساعة على الأقل. بقول لك هشوفها. بقول لك آسف، ورايا عيانين، يبقى سيب رقم تليفونك في الاستقبال وهنبقى نطمنك لما حالتها تتحسن وتسمح بالزيارة. لا أنا مش متفق معاك. رأفت الراوي مش مسؤول عن الاعتداء على رباب عز الدين، وأنا عارف أنا بقول لك إيه كويس. بس أنا ما وجهتلوش أي اتهام يا أستاذ رشيد، لكن الراجل اللي اعتدى على رباب عز الدين حواليه علامات استفهام كتيرة، ده غير إن في أخبار مؤكدة بتقول إنه من حملة رأفت الراوي. يمكن يكون عمل ده بشكل تطوعي أو في دوافع شخصية مثلا إحنا ما نعرفهاش. شوف يا إنجي، في أخبار عن تحسن حالة رباب الصحية، وده معناها إنها هتكون معانا في الاستوديو الأيام اللي جاية. ساعتها هنكلمها ونسألها ونعرف الحقيقة كلها. بس الناس بتقول إن اللي حصل لرباب ده حصل مخصوص عشان ما تحضرش معانا الليلة. لا ما افتكرش، ده يبقى شغل عصابات، ما هو شغل سياسة. طب تفتكر ليه لغاية دلوقتي ما فيش حد من حملة رأفت الراوي علق على الحادثة؟ اسأليهم. والله بنسألهم، بس للأسف كلهم بيهربوا من السؤال. ده شيء طبيعي يا إنجي، أكيد هم مستنيين إنهم يطلعوا بيان صحفي يردوا فيه على كل الاتهامات دي ويبقى الكلام موحد. طب تفتكر الحادثة دي هتأثر على رأفت الراوي بالسلب ولا هتعدي كده عادي؟ في الحقيقة الأيام اللي جاية دي هتأثر عليه وعلى غيره بالسلب، خصوصا بعد المفاجأة اللي أنا محضرها لكم النهاردة. طب نستأذنك نطلع فاصل ونرجع للمفاجأة اللي محضرها لنا أستاذ رشيد اللي بيقول إنها تقلب الموازين تماما. نراكم بعد الفاصل. رفيق صحي النوم يا عروسة. انت جاي تخلص عليا؟ لو عايز اخلص عليكي هستنى لغاية ما تفوقي. انا عايز مني ايه؟ عايزينك تكملي في التحقيق، تتهمي رأفت ان هو اللي عمل فيكي كده. مش قايله حاجه ومش متهمه حد، انا اللي كنت خايفه منه حصل، وانا اللي كنت هروح فيها مش انتوا. يعني ايه؟ يعني خلاص كده كفايه. مش حلو الكلام ده. امشي اطلع بره بدل ما الم عليك الناس. الكلام ده برضه مش حلو. حضرتك دخلت هنا ازاي؟ طلعيه بره، طلعيه بره حالا. جاي اطمن بس عليها. بقول لك بره. سلامتك. السلام عليكم. المعلومات اللي عندي بتخص مرشح يعتبر من أهم المرشحين، بل هو صاحب أكبر فرصة للفوز حسب استطلاعات الرأي لغاية دلوقتي، وهو الأستاذ مجدي عبد العزيز. وأنا أزعم إن المعلومات اللي عندي دي ممكن إنها تهدد بل تنسف فرصته في استكمال السباق الرئاسي. الدرجات دي؟ وأكتر. يا إنجي بكرة هيتقدم طعن آخر النهار في لجنة الانتخابات العليا. مين اللي هيقدمه؟ مش مهم مين اللي هيقدمه،
المهم ايه اللي موجود في الطهر. طبعا كلنا عارفين ان الاستاذ مجدي عبد العزيز في اواخر التسعينات قضى عدة سنوات في ألمانيا عند أخوه اللي مقيم ومتزوج هناك. بس اللي احنا كلنا ما نعرفوش إنه قدم طلب للحصول على الجنسية الألمانية وحصل عليها فعلا. المعلومات دي على مسؤوليتك؟ بالوثائق والأدلة، كل حاجة موجودة عندي. ولعلمك المعلومات دي كلها والوثائق دي كلها أنا هعرضها عندي على موقع في الجريدة بعد ساعتين بالظبط. عارفة يا أستاذة إنجي ايه الخطير في الموضوع ده؟ ان القانون بيمنع مزدوجي الجنسيه من الترشح. يا ريت يا ريتها كانت على كده. ده القانون الالماني بينص انك علشان تاخد الجنسيه الالمانيه لازم تتنازل عن الجنسيه الام. معاذي هاتي لي البرنامج ده على التليفون. يعني الاستاذ مجدي عبد العزيز تنازل عن جنسيته المصريه قبل ما ياخد الجنسيه الالمانيه، وعندي طلب بتوقيعه بيقول الكلام ده. ثانية واحدة، معانا أستاذ مجدي عبد العزيز على التليفون. أهلا بيك أستاذ مجدي. يتفضل. يا أهلا يا أستاذ مجدي. أولاً أنا عايز أعرف إيه الكلام الغريب اللي بيتقال عندكم في البرنامج ده؟ ما غريب إلا الشيطان يا أستاذ مجدي. مفيش أي حاجة غريبة يا أستاذ مجدي، لو عندك توضيح أو رد نحب نسمعه. ثانياً ده إجراء روتيني عادي وبعدها بيومين بسترد جنسيتي المصرية. ثالثاً بقى وهو الأهم إنني مش مزدوج الجنسية لأني تنازلت عن جنسيتي الألماني فعلاً. عارف، ومعايا الطلب اللي حضرتك مقدمه للسفارة. بس عارف ايه المشكلة يا أستاذ مجدي؟ إن تاريخ تقديمه بعد فتح باب الترشيح بيومين. يعني حضرتك اتقدمت للترشح وانت مزدوج الجنسية، مما يقتضي عدم قبول ترشحك. ما هو مش انت اللي تقول الكلام ده يا رشيد. معاك حق. بكرة إن شاء الله الطعن هيتقدم للجنة العليا وهي اللي هتفصل فيه. أنا كنت عارف إنني بتحارب، لكن ما كنتش متخيل إنني بتحارب بالقذارة ده هي. ما هو لو حضرتك كنت شفاف من الأول مع الناخبين أعتقد إن إحنا ما كناش نبقى في مشكلة دلوقتي. يا ابني ما تفهم، الناخب له برنامج الانتخابي، إنما حياتي الشخصية دي ملك أنا، ملهاش دعوة بالناخب. يا مجدي بيه، الشخصية العامة ملهاش حياة خاصة، وإلا نسمي اللي بيحصل لرأفت الراوي دلوقتي ده إيه؟ ها؟ ولا إيه؟ نسميه رأفت، نسميه رشيد. طب يا بتوع البرامج، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم أنا وجماعتي. حسبي الله ونعم الوكيل، رددوا معانا. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا بتوع البرامج انتوا. يس، عبيله واديله يا دكتور. جات لنا نجدة من السما. بيرفكت. بصراحه انا كنت خلاص كده افكر ان انا ننسحب. مبروك يا دكتور. كنت متاكد ان رشيد مش هيقدر يستنى لحد بكره. زمانه بعد جاب خبره لغه وقانون، فصصوا له الملف ورقه ورقه وفهمونا مظبوط. لا كده بقى عايز اقول لحضرتك ان احنا اشترينا الوقت، هنشتغل ونفكر من غير اي ضغط. كل العيون اليومين اللي جايين دولت هتبقى رايحه على مجدي عبد العزيز. واحنا كمان لازم نشعللها اكتر. الفيديو ده اتنشر في كل حته والورق ده اتنشر في كل المواقع. مصر كلها مش لازم تتكلم عن اي حاجه غير الموضوع ده. لا بس هي ضربه معلم يا دكتور، بالذات انها تيجي عن طريق رشيد علام. دي بقى بالذات مش فكرتي انا. ايه ده، امال فكرة مين؟ الجرعة المكتوبة هنا نص قرص، لكن لو عايز تعمل دماغ عالي، دماغ حلوة، هيبقى قرص كامل. في الأول مش هتبقى مستحمله، هتحس بغثيان، هتحس بدوخة، رعشة. هتسمع وتشوف حاجات مش موجودة. أنا آسف جدا، آسف معلش. آسف إيه ومعلش إيه؟ مش تاخد بالك يا أخي. والله يا فندم أنا مش عارف، أنا معجب بحضرتك جدا. ما كنتش متخيل إن اليوم اللي هشوفك فيه هيحصل كده، معلش. معجب إيه وحضرتك إيه بس دلوقتي؟ أنا آسف. طب بدل ما تاخدني من إيدي ونصلح اللي أنت عملته دلوقتي. طبعا اتفضلي حضرتك، اتفضلي. استنى، هو أنا شفتك قبل كده؟ والله في الحقيقة أنا أول مرة جاي هنا. بالنسبة لي أنا شفتك كتير طبعا بس مش هنا. دمك خفيف. اسمك إيه؟ يوسف رمزي. اتفضلي.
دي مغنية مشهورة، قصدي كانت مشهورة قبل جوزها ما يقتلها وياخد فيها تأبيدة. اسمها شجن. اصل انا رجل اعمال صغير على قدي. تشتغل في ايه؟ في السياحه. عندي قريه محندقه في البحر. وايه اللي رماك وسط الغيلان دول بقى؟ مش عارف والله، انا واحد صاحبي عزمني هنا ومن ساعه ما جيت بدور عليه مش لاقيه. عشان كده ما كنتش شايف قدامك خالص. اعمل ايه بس مستجد. والله احسن لك، على الاقل لسه ما اتجوزتش. هو لازم يعني هو احب اقول لك ايه عشان يبقى عندك اللي عندهم الحقيقه لازم. يعني كل الناس دي ملوثه؟ شايف انك بتبالغ شويه. والله انا كنت زيك كده، بحلم بقى واحده منهم لحد ما قربت، واللي بيقرب ياما يشوف. ايه عايزه تقنعيني مثلا انك مش سعيده في حياتك؟ عايز تقول يعني عشان شويه الشهره والنجوميه والميك اب والجو ده يعني؟ والصوت الساحر والموهبه والحلاوه والجمال. يا بنتي ده في مرحله في حياتي وكان عندي ازمه عاطفيه، كان كل املي في الحياه ان انا اقعد كده وتغني لي لوحدي. تصدق انا اللي نفسي والله حد يقعد جنبي كده ويطبطب عليا ويغني. مش هقدر اخدمك، صوتي كارثه. اصل الانسان كده لما يشتهر ويحقق كل احلامه بيرجع تاني يتمنى ابسط الحاجات، يعني زي حد يفهمه ويقعد جنبه يحس بيه. مش قادر اصدق انا بسمع الكلام ده من شجن الفنانه المشهوره. انت طبعا عارف حكايتي مع زياد عسكر صح؟ لا. ما بتعرفش تكذب. انت زي كل الناس فاكر ان انا وهو مترافقين، بس على فكره احنا مش مترافقين ولا حاجه، احنا متجوزين في السر. هو يعني مش عايز يظهر بيا قدام الناس عشان خاطر مراته بنت الحسب والنسب، زي ما تقول يعني شايلني كده في الدولاب لوقت عوزه. طب اسمحي لي يعني لو ما فيهاش رساله. اتفضل. ايه اللي يجبرك على كده؟ ما انا زي انا كمان متحاميه في نفوذه وفلوسه، شايله برضو الوقت عوزه في الدولاب. غريب قوي، انا بصراحه كنت فاكر. لا ما تفتكرش، قلبك ابيض. قولي انت بتقول هنا في القاهره؟ يعني شويه وشويه، شويه في البحر الاحمر وشويه في القاهره. اشمعنى؟ يعني اصل انا بعمل حفلات كده في البيت من وقت للتاني، يعني لو انت فاضي ممكن تشرفني يعني اعزمك هنا. يا فندم ده شرف كبير، يا ريت الحفلات دي تبقى كل يوم. ده شرف ليا انا يا مستجد. طيب ايه اخبار بقى شقه 35؟ ميعادك بالثانيه. ما تعودش تتاخر عن ميعادي. برافو عليك. اتفضل. على فكره الحفله انا اخرتها ساعه بالكتير قوي، المعازيم هتوصل. انا قلت الحفله اتلغت ولا حاجه وانا ما خدتش خبر. عادي جدا، لو عايزني الغيها الغيها واقعد اغني لك لوحدك زي ما حلمت في يوم من الايام. انت لسه فاكره؟ وهي دي حاجه تنسي برضو؟ انا عمري ما شفت بجاحه ووشي مكشوف للدرجه دي. وليه بتقول بجاحه؟ ليه ما تقولش وضوح وصراحه من غير لف ودوران؟ حضرتك جاي بيتي طالب الجواز من مراتي، قول لي صراحه ووضوح. بس ما تقولش مراتي. مراتك وولادك قاعدين هنا في البيت، ولا انت نسيت ولا ايه؟ شجن دي انت معلقها معاك بحته ورقه لا راحت ولا جت، وشايلها على الرف كمان لوقت عوزه. وبيتهيألي شجن ما تستاهلش منك ده كله. انت يا دهبل ولا بتستعبط؟ متشكر يا ذوق، بس يا ترى بقى عندك الشجاعه الكافيه انك تقف بره كده وتعلي صوتك وتقول الكلمتين دول، وتقول كده قدام المدام والاولاد انك متجوز واحده تانية، ولا الشويتين دول قدامي هنا بس؟ انت عارف اللي يفكر مجرد تفكير من له دراعي ياخد حاجه غصب عني، انا ممكن اعمل فيه ايه؟ شجن مش حاجه يا باشا، وانا مش جاي استأذنك، انا جاي ابلغك. قصدك جاي تسبق قبل ما طب عليكم في شقه الدقيق. معاصي الهانم فاكرين نايم على وداني وما اعرفش ايه غرامياتها. خدها مني نصيحه يا ابني لوجه الله، اهرب، سيب البلد بحالها، يعني لو شفتك قدامي مره تانيه هقتلك واقتلها. ما عنديش مانع على فكره، انا ممكن اهرب فعلا، بس لازم سعادتك تكون واثق ومتاكد ان انا يوم ما اهرب هاخد شجن معايا.
ياه، بقى زيارة رأفت امبارح لها مفعول سحري للدرجة دي؟ اقرا الجرايد وانت تعرف. قريت وفهمت، لكن على ما أظن يعني وجودك هنا له أسباب تانية، واتنشرت برضه في الجرايد. معاك حق، بس يعني بعد ما وصلت للدم مكاني هناك مش هنا. يا ابن الذين يا رأفت، عارف يخرج الوحش اللي جواكي. طب خلي بالك انت بس من البيت عشان انا مش هطول. مش محتاج وصية على بيت أمي يا أبويا، وهعمل بأصلي برضه، هغير هدومي وأنزل أوصلك. انا لازم امشي من هنا. ما ينفعش قبل اسبوع. على الاقل يا ستي نصبر شويه لما الجرح يلم، قبل كده يبقى في خطر على حياتك. وهنا كمان في خطر على حياتي. انا امبارح بالليل في حد دخلني هنا وكان هيتهجم عليا. الموضوع ده يا ستي مش هيتكرر تاني، واحنا هنحاسب المسؤول عنه، والبوليس حط حرس على الباب خلاص. وكانوا عايزين ياخدوا اقوالك، انا رفضت وقلت لا ما ينفعش الا لما انت تقولي لي بنفسك ان انت مستعده تقابليهم. لا انا مش عايزه اقابل حد. انا لازم امشي. هنا بسرعه، هنا وهديها بسرعه. صباح الخير. تامر؟ معلش انا اسف، بس انت ما بترديش على تليفونك خالص من امبارح. كنت عاملاه سايلنت يعني. طيب الحمد لله. اتفضل ولا؟ يا سيدي طمني، ايه الاخبار؟ الحمد لله، ده وجاب نتيجه. بدات افتكر حاجات حقائق، يعني ما اقدرش اقول انها كامله او مترابطه، بس يعني في تقدم. كل ده من جرعه واحده؟ طب اتقل بقى لغايه ما تخلص الكورس كله وجلسات دكتور سعاد وانت هتدعي لي. انت عارف يا دكتور، كل الحاجات اللي بفتكرها بتاكد لي اكتر ان انا يوسف رمزي. غلط. نصيحتي ليك بلاش تبقى متاكد من حاجه دلوقتي، لسه بدري قوي. يعني ايه؟ يعني زي ما قلت لك قبل كده وزي ما الدكتوره سعاد قالت لك، لحد دلوقتي عقلك ممكن يكون بيصور لك اوهام، خيالات، بيشوه لك حقائق. بص، هي شاشه انت بتشوف عليها اللي انت عايز تشوفه. حتى لو كنت اللي بشوفه ده متاكد اني عشته فعلا؟ بص يا عم جو، احنا لما بنحلم بنبقى برضه متاكدين ان اللي احنا عايشينه ده واقع. زي ما تقول عقلنا يعني بيخيل لنا ان واقع تاني خالص بتفاصيله بكل الحاجات اللي فيه. بص هبسطها لك. عارف لما بتحلم ان انت بتقع من دور عالي، ايه بقى اللي بيخليك تصحى قبل ما تلمس الارض؟ عشان انت لو مت في الحلم برضه هتموت في الواقع. يعني بص، هو خط او منطقه مشتركه بين الواقع والوهم. انا بقى متهيألي ان انت في المنطقه المشتركه دي. نصيحه مني، تروح بيتك تقعد تكتب اللي انت بتفتكره ده في الكراسه، ومع الوقت اللي انت بتكتبه ده هيخليك تعرف تفرق بين الواقع والوهم. ولو سمحت ما تنساش الميعاد بتاع الدكتوره سعاد عشان ما تودينيش في 60 ده، ماشي؟ انا بجد مش مصدقك، انت 24 ساعه قافله على نفسك. عادي، بحب اقعد لوحدي. مع انه ما يبانش عليك. ليه يعني؟ يعني انت صغيره، المفروض تخرجي، يكون ليكي اصحاب، تعيشي حياتك. صحاب زيك كده يجوا يزوروني في البيت وانا لوحدي. انا كنت عايش في اوروبا ودي حاجه عاديه جدا يعني. وطبعا عارف ان مامتي اوروبيه، عشان كده برضو عادي. انا وجودي مضايقك، انا ممكن امشي حالا. على فكره بقى، انا لو كنت عايزه اطردك كنت طردتك من على الباب. انا قلت لك قبل كده انك مقسومه 2، نص شرقي ونص غربي، بس بجد ما اعرفش انك محتاره للدرجه دي ما بينهم. الحمد لله على السلامه. ده تامر، يبقى صاحب واحده صاحبتي. اهلا وسهلا، شرفت معرفتك. طيب يا نانسي، نكمل كلامنا بعدين. باي باي، عن اذنكم. فين رأفت؟ مش موجود، بايت في الحمله من امبارح. بحاول اكلمه كتير ما بيردش عليا. عن اذنك.
هما خلاص عرفوا طريقك هنا، واكيد هبعت وراك حد عشان يخلص عليك. ولو كنت لسه عايش بعديها يبقى تعالى قابلني في العنوان ده. الو، ضباب مش موجوده. ده انت ما روحتش من امبارح فعلا. انت اللي فعلا قدامي ولا انا اللي بخاطرف من قله النوم؟ ما هو ما كانش ينفع من بعد اللي حصل امبارح ما بقاش موجوده. طبعا انا مش محتاج ادافع عن نفسي واقول لك ان انا ما بعتش حد عشان يخلص عليها. طبعا مش محتاجه، بس انا عايزه اعرف تفاصيل اكتر. انا قابلت وائل امبارح ولخبطنا على الاخر. بيقولوا ان قابل واحد بيقول انه يوسف رمزي الحقيقي، وان اللي جالنا المكتب ده يوسف رمزي مزيف، وعشان الحقيقه دي ما تنكشفش نهى اتقتلت، عشان هي الوحيده اللي كانت شافت يوسف رمزي الحقيقي قبلها بيوم. نهى مين؟ نهى بتاعتنا اتقتلت؟ جالي تاكيد من الداخليه فعلا. انت عارفه ده معناه ايه؟ ان في مؤامره كبيره مترتبه علينا، يتبرع لنا ب10 مليون من مصدر مشبوه، ونشاركه في بيزنس ما نعرفش عنه اي حاجه، ويزق عليا رباب ويصوروني معاها. مؤامره، ناس فاهمه كويس قوي بتعمل ايه، ويا عالم هتعمل ايه فينا تاني. طب بفرض اللي انت بتقوله ده صحيح، رباب دي تدي لك ليه معلومات تحارب بيها مجدي؟ ده اللي انا بحاول افهمه من امبارح بالليل. عشان كده ما ردتش على نانسي لما كلمتك. صدقني ما بصيتش في الموبايل بتاعي ولا عارف هو فين اصلا. طب معلش، من فضلك تخلي بالك على نانسي اكتر من كده. ليه في ايه؟ اصلا انا لسه راجعه من البيت ونانسي ما كانتش لوحدها. يعني ايه ما كانتش لوحدها؟ ما تتكلمي يا نسمه، في ايه؟ هو صاحبك ده هبل ولا ايه؟ يا بنتي مش صاحبي،
واحد عرفته في مصيف، معرفه طياري يعني، بس كل اللي اعرفه عنه ان هو عنده بيزنس ووارث. اجيب لك التفاصيل دي؟ يا سيدي مش عايزه اعرف تفاصيل ولا زفت. كلمه وفهمه يشيلني من دماغه. نانسي انا معيش رقم تليفونه. كمان انا لو اعرف انه مش صاحبك اصلا كنت اتصرفت معاه. في ايه يا نانسي؟ انت بتزوديها كده ليه؟ مش ممكن يكون معجب بيكي يا ستي؟ معجب بيا يجي لي البيت بعديها بيومين؟ وقال ايه؟ كمان يفهمني ان هو عايش طول حياته في اوروبا؟ ايه يا نانسي ما تحبكهاش بقى كده، مش يمكن الراجل نيته سليمه برضه؟ نيته سليمه ما يعمليش مشاكل. يكونش ايه انت كمان؟ ولا حاجه ولا حاجه. خد يا صالح، ابعتها لحبايبنا خليهم يعيشوا. تمام قوي يا ريس. عشان يبقوا فتشوا ورايا قوي. بس احنا هنعمل ايه في موضوع الطعن اللي هيتقدم بكره؟ عيب يا صالح، ده انت راجل قانون، والقانون كله مسالك. متخافش. معلش اللي جايلك من غير معاك. مالك في ايه؟ انا كويس بس كنت عايز الشنطه ضروري. طيب حاضر. ايه الدم ده؟ لا مفيش حاجه، انا كويس، ده جرح بسيط. طب اقعد استريح هجيبها لك. مفيش وقت، عايز الشنطه لو سمحتي. حاضر. كنت بره؟ ايوه لسه راجعه من شويه. انا جاي اعتذر لك عشان اتشغلت عنك من امبارح لحد دلوقتي، ما شفتش الميست كولز بتاعتك الا من شويه. وبعتذر كمان على المسؤوليات اللي واخداني منك. انا المفروض اكون موجود معاكي اكتر من كده. طبعا انت قلقت عليا من اللي نسمة قالتهولك. عندك وعندها حق، لكن ده سوء تفاهم ومش هيتكرر تاني. كده من الاخر على طول. طب انا كنت جاي مجهز لك محاضره كبيره عن الفرق بين هنا وبين باريس، العادات والتقاليد والبوي فريند والجيرل فريند. عارفاها كويس كلمه كلمه. عارفاها ماشي، لكن مقتنعه بيها؟ اكتر مما تتصور. ما تقلقش عليا. اوكي يا حبيبتي. عايزه حاجه؟ ميرسي. تصبحوا على خير. انت من اهلك.